لم نكن نتصور ونحن نتقصى ظروف الحياة بمنطقة سيدي عبد السلام بضواحي تطوان أن الجمال الطبيعي هنا يخفي وراءه أسرار سكان يعيشون الصمت بطعم الخوف، ليس بفعل ظروف الحياة القاسية وإنما بفعل خطر تناقص خيرات منطقتهم. تناقص تلعب على أوتاره جهات تستبيح الشجر والحجر وتتخذ من ثروات المنطقة موارد مالية تدر لها الملايين في الخفاء. آلاف الأمطار المكعبة من الرمال تقتلع يوميا من شاطئ سيدي عبد السلام دون أي اكتراث بالاختلالات البيئية التي تحدثها. هكذا يبدو المشهد العام في الفترة الصباحية، سكون يعم المكان، وبمجرد أن يسدل الليل ستاره تنعكس الصورة تماما. السكينة ديال سيدي عبد السلام كنعانيو بزاف مع الشاحنات ديال نهب الرمال التي كتشتغل ليليا كل ليلة، يعني انطلاقا من ديك 9 إلى طلوع الشمس الصباح، وكتشكل رعب حقيقي بالنسبة للساكنة، كتمنع عنها النوم وكتعيشنا في كابوس حقيقي، لان توتير ضوضاء ويعني واحد الصداع كبير كتعمل. حاليا كان كاميونات جوج خدامين ماشي اشكال، ولكن ما حيصبحوا 30 40 كاميون في الليله، راه مشكل كبير بزاف. وحاليا الطريق ما مصلحه ما هو، يعني 30 كاميون 40 كاميون ما كاينش حتى شي مستقبل لهاد الطريق الا ما صلحتش. وعاد الاشكال الكبير ما كيطيحش صافي كتقطع علينا الطريق. وحاليا لان ديك الكاميونات ما عندهم حتى شي، غتجبروا شي فور ما عنده لا بيرمي لا والو، كيسوق يعني. المهم كاين يجيب شي حاجه صور، يجيب شي باب، يجيب شي حاجه. انا العام الفايت كانوا طيحوا لي، ولا العام اللي طيحوا لي الصور، يعني جراو عليهم الجندار طيحوا الصور ومشاو في الليله مع جوج الليل، حاله جوج الليل صافي ما كاين لا داعي، ما كاين. نداءات عديدة أطلقها سكان هذه المنطقة للسلطات الوصية لوقف استنزاف خيرات المنطقة وتقنين استخراج الرمال، لكن دون مجيب. سكان دفعتهم معاناتهم إلى التفكير في تأسيس جمعية للدفاع عن حقوقهم في مواجهة مافيا الرمال الذين أنشأوا مملكة فوق هذه الأراضي. راسلنا احنا مجموعه الساكنه، راسلنا السلطات، راسلنا الوالي الجهه، راسلنا قائد الجهوي ديال الدرك الملكي، راسلنا رئاسه الحكومه، راسلنا وزير العدل، راسلنا يعني واحد مجموعه الجهات، راسلنا وزير الداخليه، يعني راسلنا واحد مجموعه الجهات على بخصوص هذا الموضوع ديال هذه الشاحنات الليليه التي تثير يعني فوضى كبرى وإزعاج كبير جدا يمنع عنا النوم نهائيا، يعني نقضي الليالي في الكابوس نحن والساكنة كاملة. ما كنطلبوا اصلا يوضعوا الحد لهذا الشيء، لان الا تقنن هذه العمليه راه كلشي كيستافد، راه المواطن لا صحاب الشاحنات للدوله كلشي، ولكن الا كانوا كيستافدوا بوحديتهم راه المواطن اكبر متضرر هي الطريق بلا صداع الليل بلا، خصوصا ديك في فترة الفوضى. فترة الفوضى كانوا يخدموا 100 كاميونة 100 كاميونة في الليلة، وبديك السرعة بديك التجري بديك هذاك، عندنا الأطفال عندنا كذا، ما كاينش اللي يعني الرديع ما كاينش. مسلسل نهب الرمال بالمنطقة لا يزال متواصلا، والاستغلال العشوائي للشاطئ بات الحدث الأكبر هنا. ممارسات باتت نتائجها السلبية تطفو على السطح وتهدد بحدوث اختلالات بيئية واجتماعية بتحول أباطرة نهب الرمال إلى صقور تحتمي بجهات نافذة في غياب تام لوسائل تحمي هذه الثروة الطبيعية، فمن المسؤول عن هدرها؟ كان جوادي واحد العام هكاك، ماشي الا ما كاملش كاع، مظلوم عليه صور، انا صور